في زوايا النفس المظلمة، حيث تخزن الآهات التي لم تقال والانكسارات التي لفت بكبرياء صامت، هناك يعيش الكبر، ليس في ضجيج الكلمات فقط، بل في نظرة متعالية، أو حتى رفض خفي للاعتراف، أو موقف متصلب لا يرى إلا ذاته. الكبر ذاك الذي يتنكر في أثواب العزة، لكنه في جوهره خوف من الانكشاف وتوجس من الهشاشة. وليس أخطر من الكبر حين يتحول إلى عقيدة، حين يلبس صاحبه تاجا من وهم، ويصم أذنيه عن النصيحة، ويعطل بصره عن رؤية الحق، فقط لأن الحق جاء على لسان من لا يعجبه مقامه. في السياسة قد يهدم وطنا، في الدين قد يضل أمة، في القلب قد يعمي عن الحب، وفي الذات قد يصد عن التوبة. نفتح هذا الباب اليوم لا لنشير بأصبع الاتهام، بل لنسائل أنفسنا أولا: كم مرة تمسكنا برأينا لا لأنه صواب، بل لأننا لا نحتمل أن نخطئ؟ كم مرة خفنا من الانحناء لأننا ظننا أن الانحناء ضعف لا حكمة؟ أنا الليلة عاوز أغوص معاكم في جوهر الكبر، سنفككه ونتأمله ونحاول أن نراه في وجوهه المتعددة، في الدين، في التاريخ، في الذات، في اللغة، وحتى في الصمت، فربما حين نعرفه ننجو منه. خلينا في البداية نطرح تساؤل مهم جدا: ماذا لو لم يكن المتكبر قويا؟ ماذا لو كان الكبر قناعا لا تاجا؟ قناعا يرتديه الخائفون حين تضطرب دواخلهم، قناعا يحجب ضعفا لا يريد صاحبه الاعتراف به. في هذه الحلقة ما بوعدك بإجابات قاطعة، ولا من حقي إني أضع أحكام أو أنصب مقاصد، لكني أعيدك بشيء أندر، أعيدك أن نصغي معا لصوت الحقيقة الخافت، ذلك الذي يخافه المكابرين والمتكبرين. الكبر ليس هو العلو كما يعتقد البعض، بل هو ادعاء العلو حين لا يكون في الداخل سمو، حين لا يكون في الداخل ارتفاع. يعني باختصار، الكبر أول مؤشر لإنك زول دون. ليه؟ لأنه هو التمثيل الدائم لدور القوي. حين لا يكتشف أحد أنك في العمق، تخاف أن ترى كما أنت. الحقيقة دي بنلمسها في أهم حدث وأهم قصة بتخطر على البال عندما يذكر الكبر: إبليس. إبليس لما ربنا أمره بالسجود لآدم ما قال أنا أعصاك، بل قال بفخر زائف: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكنه لم يكن يقارن مادة الخلق بالمناسبة، لأنه أصلا منو اللي قال إنه النار أفضل من الطين؟ في رواية ذكر إنه الطين أفضل أو النار أفضل. لا، إبليس كان بيقارن قيمته، مكانته، هويته. هو لم يرفض السجود فقط، بل خاف أن يزاح من المركز، فقالها متكبرا وهو في داخله يرتجف. صدقني كان خايف. إبليس أكان خايف. فرعون ذاك الذي قال بملء فمه أنا ربكم الأعلى، لم يقلها لأنه كان واثقا من ألوهيته بالمناسبة، بل قالها لأنه كان خائفا من زوال سلطانه. الصوت العالي كان دليل هشاشته. الكبر إذن لا يسكن في العروش فقط يا سادة، الكبر يسكن في النظرة، في المشية، في الكلمة غير اللازمة، يسكن في المثقف الذي يرى الناس قطيعا، وفي المتدين الذي يرى نفسه حارسا للجنة، وفي الفقير بالمناسبة. نعم أيوة، حتى الفقير الذي يتعالى على غيره بجرحه أو بآلامه. انتوا ما عندكم إحساس، عشان كده ما حاسين بينا. انتوا قلوبكم حجر ما فيها رحمة، رميتونا للشر وهربتوا. الفقر يا صاحبي ما ضروري يكون فقر الجيوب. في الفقير فكريا
ونفسيا في الفقير وطنيا. ذاك اللي بيقول لك انت ما من حقك تفتي في شؤون الوطن. ليه يا باشا؟ ما دي برضها بلدي؟ لا، يقول لك انت ما معانا، انت عميل، انت مغترب، انت مرطب، انت ما كنت في الحارة. ده لو انت ما عارف يا عزيزي اسمه برضه كبر. ده برضه كبر، واي كبر، كبر خبيث ومتنكر. في في القصة المعروفة اللي بتحكي عن الخلاف بين أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح رضي الله عنهما، وفي لحظة الغضب اللي قال فيها أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، قال له تخيل ده أبو ذر. أبو ذر ده ما كان رجل عادي كده وخلاص. نحن بنتكلم عن صحابي كان يحمل قلبا يشبه الصحراء، واسعا صادقا لا يعرف الالتفاف، وكان عنده لسان لا يخشى أن يقول الحق ولو كلفه ذلك كل شيء. بالرغم من كده برضه وقع في المحظور. الكلمة خرجت على لسانه كما تخرج شرارة من فم النار. لم يكن يقصد أذى لكنه نطقها. الكلمة دي لما وصلت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زعل جدا، ووقف له طوالي وقال له بقوة الحبيب الذي لا يجامل في الأخلاق: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيه جاهلية. الكلمة كانت شديدة على أبا ذر، لكنها كانت في موضعها. فما كان من أبا ذر إلا أن ألقى بنفسه أرضا ووضع خده على التراب وقال: والله لا أرفع خدي عن الأرض حتى يطأه بلالا بقدمه، تكفيرا عن خطئه. لكن بلال طبعا بسمو خلقه لم يفعل ذلك، بل سامحه وعفى عنه لوجه الله. في قلب كل إنسان أبا ذر صقير يحاول أن يكون نقيا، لكن في نفس القلب تختبئ جذور قديمة للكبر والتمييز والعجب. ما أجمل أن نسقي لصوت النبي في داخلنا كلما نطق اللسان بما لا يليق: إنك امرئ فيه جاهلية. ليكن ذلك الصوت دعوة إلى النقاء لا إدانة، ونقطة ضوء في الطريق الطويل نحو التواضع الحقيقي. وأحيانا يا صديقي بنخلط بين الكبر والاعتزاز، بين أن نحب الجمال وأن نحتقر من لا يملك مثله، ودي مرحلة تانية. في في القصة لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، جواه كان ساكن خوف من أن يكون في حبه لحسن الملبس شيء من الكبر. فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ الرسول قال له بكلمات ذهب: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. تأمل، لم يقل أن الكبر في الجمال، بل في طريقة النظر للحقيقة وفي نظرتنا نحن للناس. الكبر أن ترى نفسك فوق النصيحة، فوق التصحيح، فوق الخطأ، أن ترفض الحق لا لأنه خطأ بل لأنه لم يأتي من فمك، وأن تغمط الناس. أن تغمط الناس أي أن تنقص قدرهم، تزدريهم، تتعالى عليهم ربما دون أن تشعر. يعني أن الكبر ليس في اللبس ولا في المظهر، بل في أن ترفض الحقيقة لأنها لم تأتي من فمك، وفي أن تحتقر الناس في قلبك حتى لو ابتسمت لهم بفمك. المتكبر يا أخواننا لا يكره الحق، هو يخافه، لأن الحق يهدد صورته عن نفسه وصورته أمام الناس. أسأل نفسك يا غالي، أسأل بالصدق كده: هل أنا أرفض الاعتراف بخطئي لأنني أخاف أن أبدو ضعيفا؟ هل تمسكي برأيي نابع من قناعة أم من كبر؟ الكبر أحيانا بيكون مجرد ستار يخفي الخوف من الخطأ. هل جربت يوما أن تخوض في نقاش ثم تكتشف أنك مخطئ؟ هل شعرت بذلك الإحراج العميق، ذلك الانكماش الداخلي، تلك الرغبة في الهروب لا من الخطأ بل من أن يقال لك أنت أخطأت، أنت غلطان؟ هنا يولد الكبر. في الحتة دي تحديدا بيشمل لنا عن ساعد بغيض ويكشر عن أنياب قذرة. الكبر لا يرفض الرأي الآخر فقط،
بل يرفض حتى احتمال أن يكون الرأي الآخر على صواب. إنه لا يقبل أن يتعلم لأنه يرى في التعلم نوعا من الهزيمة. لو أخذنا رجع تاني لقصة فرعون، حيتضح لنا إنه لم يكن يجهل آيات موسى، لأنه في سورة النمل يقول الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي أنهم في قرارة أنفسهم عرفوا الحقيقة، عرفوها، لكن الكبر منعهم أن يذعنوا لها. الكبر يقلق باب التواضع، ويقلق معه باب التصحيح وباب التوبة وباب النمو، لأن الإنسان المتكبر لا يكبر فعلا، بل يدور في دائرة وهم مفرغة يلمع فيها صورته حتى تبهت روحه. يا صاحبي، يا صاحبي، أنت ابن التراب ومأكول التراب، وغدا تصير إلى التراب. تخيل الإنسان في أول خلقه من تراب، وفي حياته يأكل مما يخرج من التراب، وبعد موته يؤكل جسده بالتراب ثم يصير ترابا. 3 محطات كلها ترابية ترسم لنا قوس الحياة بكامله. فما الذي يدعو هذا الكائن الضعيف المتحول الزائل إلى التعالي؟ ليه؟ من كان أصله ذرة ومآله إلى ذرة، كيف يتكئ على شعور العلو؟ كيف يرفع حاجبه على الخلق ويمشي مختالا كأن الأرض مفروشة له وحده؟ المقولة دي بتقول لنا: كل ما أنت فيه ليس لك، لا جسدك، لا رزقك، لا حتى زمنك، أنت عار من كل شيء سوى الضعف. فما الذي تتكبر به إذن؟ وكل كوم، وعندما يصيب الكبر القادة والساسة والريادة، ده كوم تاني، عندها تصبح الأمم ضحية، حين يتشبت الحاكم وصاحب القرار برأيه، وحين يرى في كل معارضة تهديدا شخصيا، وحين يرفض أن يعترف بالخطأ، فإن البلاد تدفع نحو الهاوية والعباد نحو الهلاك. كم من حرب اشتعلت لأن قائدا استكبر أن يصغي. كم من شعوب جاعت لأن رئيسها ظن أن مراجعة الخطأ ضعف. كم من حضارات سقطت لأن زعيمها ظن أنه لا يخطئ. أخبرونا قديما أن الرأي حصان الأمان، لكن المتكبر لا يمتطيه، بل يرفسه ويعلو على جثته، وفي لحظة ما يظن أنه لا يهزم. أودلف هتلر، القائد بتاع ألمانيا النازية، لما غرر غزو الاتحاد السوفيتي في عملية بارباروسا، الراجل ده تجاهل كل التحذيرات التاريخية والعسكرية عن خطورة خوض حرب في الأراضي الروسية خلال الشتاء، تماما كما فعل نابليون قبله بقرن. قبال نابليون بقرن وقع في خطأ هو جاء. ما الكبر بيعمل عيون يا أخوان. الجنرالات بتاعين هتلر نبهوه. الضباط في الميدان أرسلوا تقارير توضح صعوبة الموقف، والشتاء بدأ ينهش في الجنود، لكنه بغرور لا يعترف بالخطأ رفض الانسحاب. أصر على التقدم على الرغم من أنه كان واضح تماما أنه جيشه ما جاهز للبرد، وما في خطط للانسحاب، ما في خطط استراتيجية لأي انسحاب. النتيجة كانت شنو؟ أحد أكبر الانهيارات العسكرية في التاريخ. مئات الآلاف من الجنود ماتوا ودمرت سمعته العسكرية. وكانت هذه البداية الفعلية لانحدار ألمانيا للنهاية. هتلر كان يظن أن الأرض تميل إذا شاء، وأن الخرائط ترسم على وقع خطواته، وتموضع على عرش الغرور، لا يسمع إلا صدى صوته، ولا يرى في العالم إلا مرآته المتضخمة. رغم كل التحذيرات ورغم صوت المنطق قال: أنا من يصنع الفصول. لكن الثلج لم ينحني لصوته، والجليد لم يذب تحت خطبه النارية، ولم تكن موسكو فتاة تغوى بوسامة الجيوش. تجمد الجنود في أماكنهم، تكسرت الدبابات على أطراف المدن الباردة، وبدأت شمس ألمانيا تغيب في صمت، تارك قائدها يحدق في خريطة لم تعد تصغي له. هنا لم يكن الشتاء عدوا،
بل كان معلما. الكبر ليس مجرد شعور داخلي، إنه وهم يتلبس العقل فيحول التحذيرات إلى وشايات، والنصائح إلى خيانة، والتواضع إلى ضعف. وحين يتضخم لا يسقط صاحبه وحده، بل تسقط الأمم من شرفاته العالية. فاحذر حين يخبرك الكبر أنك على حق دائما، فقد تكون في طريقك إلى موسكو ولا تدري. الكبر هنا لم يكن فقط تعاليا شخصيا، بل كان غرور دولة تجسد في قائدها. ظن نفسه فوق القانون، فوق الحكمة، فوق دروس التاريخ. الكبر أعماه عن رؤية الواقع، فحول جيشه إلى قرابين لصلفه. كانت الثلوج الروسية مرآة تعكس هشاشة الكبرياء البشري حين يتقمص دور الإله. الغرور السياسي يا صاحبي أخطر من الجهل، فبينما يراجع الجاهل قراءته متى ما تعلم، لا يعترف المتكبر بأنه لم يفهم أصلا. والرأي حين يقدس يتحول إلى صنم، والقائد حين لا يرى إلا رأيه يدفن بلاده في قبر الأنا. كان بايزيد البسطامي في شبابه قد بلغ الغاية في حفظ المتون وسبر أعواق الفقه والكلام. قضى عمرا بين الأوراق يقلب الصفحات كما يقلب العاشق وجوه الحبيب، فكان له من العلم صيت، ومن الورع مهابة، ومن الزهد مقام. في يوم وهو ماشي في الطريق لمجلس علم، اعترض شيخ مغمور لا يعرفه أحد، وبعينين هادئتين وصوت لا يكاد يسمع من رقته قال له: إلى أين تمضي؟ قال: إلى مجلس الحديث. قام الشيخ قال له: يا أبا يزيد، أتريد أن تسمع حديث الناس أم أن تناجي من لا تغيب عنه الأسرار؟ نظر البسطامي بدهشة وسأله: من أنت حتى تقيم سعي؟ فقال: أنا عبد لم يبق في قلبي شيء سواه، أما أنت فمحجوب بعلمك، معزول بما تحمله لا بما تلقي. البسطامي أخذ وقفة هنا مع روحه كده وحس إنه قدام حاجة ما هينة. قال له: دلني إذن على الطريق. قام الراجل قال له: إذا أردت الدخول عليه فاحرق كل ما تظن أنه يقربك منه. إذا أردت الدخول عليه فاحرق كل ما تظن أنه يقربك منه. ما تظن دي مهمة، أحرق علمك وغرورك ومكتبتك وكل ما بنيت حولك من جدران تخفيك عن وجهه. أبا يزيد ضرب شبكة، رجع مهموم، قضى الليل كله حائر بين النار التي أوقدها العارف وبين دفاتر علمه التي صارت له وطنا. ومع الفجر تكشفت له الحاجات، قام وجمع كل كتبه ومخطوطاته وحواشيه التي كتبها بدم قلبه وأشعل فيها النار. وبين ألسنة اللهب لم يكن أنهار علم، بل كانت أنا تتفكك. كانت بداية من نوع آخر، علم بلا غرور، معرفة بلا مراية، وتواضع بلا عبارات. وكانت تلك لحظة ولادته الثانية. ليس كل من طلب العلم قد وصل، وليس كل من تركه قد جهل. أحيانا تكون النار أقرب الطرق للنور، فالكبر لا يلبس التاج فقط، بل يسكن الجلباب والكتاب والحرف. في طريق الله أحيانا يطلب منك أن لا أن تتقدم، بل أن تذوب. ذلك هو التواضع الحقيقي، أن لا نتصنعه بل نعيشه، أن تسمح للحقيقة أن تدخل ولو جاءت على لسان غريب. إن أخطر الكبر هو ذلك الذي يختبئ تحت غطاء الدين، أو يزين وجهه بكلمات العلم، أو يبرر وجوده بدعوى الهيبة. الكبر حينها يصير عائقا أمام الحب، أمام الله، وأمام الإنسان. أتعلم ما الذي يصنعه الكبر في القلب يا صديقي؟ بيخليه قاسي، بيخليك قاسي لا يحتمل اللين، ممتلئا لا يقبل العطاء، منغلقا لا يرى جمال الآخر، ولا يذوق لذة التواضع. الكبر يا صاحبي لا يمنعك فقط من أن تحب، بل يمنعك من أن تحب بحق، لأن الحب يتطلب خضوعا والتقاء وتنازلا، والمتكبر لا يتنازل. المتكبر لا يتنازل حتى عن قسوته.
يحكى في الأثر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين الذي حكم أوسع دولة في زمانه، ومع ذلك كان شديد التواضع، يخشى الكبر كما يخشى الذنب. في مرة رأى نفسه وقد بدأ يمشي منتصبا بفخر قليلا، فأحس بشيء من التعالي تسلل إلى قلبه. عارف عمل شنو؟ أسرع إلى نفسه يعاتبها، ومرق السوق حامل قربة موية على كتفه، وجعل يمر على الناس في الطرقات وهو يقول: لقد هممت أن أرفع رأسي فأردت أن أذل نفسي، لقد هممت أن أرفع رأسي فأردت أن أذل نفسي. ده أمير المؤمنين يا باشا، لم يمنعه مقامه من أن يؤدب نفسه ويهذبها، لأنه كان يعلم أن الكبر يفسد القلب وأن التواضع زينة القادة. ده مشهد بيقول لنا أن النفوس مهما علت فهي معرضة للغرور، لكن العظمة الحقيقية أن تراقب قلبك وتحاسب نفسك وتربيها على التواضع قبل أن تربي الناس على العدل. هذا هو الفارق بين القائد الذي يحكم بعين الله وبين من يحكم بعين نفسه. ده الفرق هنا. قائد شايل قول الله في جنبات قلبه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. شوفوا بالله جمال الآية العظيمة دي، جمال بغص في أعماق مفهوم الدين، مش كحركة ظاهرية بل كعلاقة حب متبادل بين العبد وربه. تأمل الجمال في الترتيب: يحبهم أولا ثم ويحبونه، ما قال يعبدونه أو يخشونه طبعا رغم أهمية كده، لكن ابتدأ بالحب، كأن الله يقول أن الدين ما بيقوم على خوف أجوف ولا على طقوس فارغة، الدين قلب محب وروح خاشعة ونفس خفيفة من الكبر. العجيب أن الصفات التي ذكرها ما فيها كلمة واحدة عن الجاه أو السلطان أو النسب، بل قال أذلة على المؤمنين. والذل هنا ما معناه تمهانة، لا، دي حالة قلبية فيها تواضع، فيها خفض جناح، فيها انكسار لله، وفيها رحمة للناس. والمعنى العميق إنك ما ممكن تكون من القوم اللي ربنا يحبهم ويحبونه إلا إذا خلع قلبك ثوب الكبر ولبس ثوب التواضع. فالآية بتربط بين الحب الحقيقي لله وبين التواضع كقيمة إنسانية وإيمانية، وكان الله يقول: من يرتد فلن ينقص من ملكي شيئا لأني استبدلته بمن هم أزهد وأغرب وأطهر وقوم لا يرفعهم الغرور بل يرفعهم الحب. فتأمل الكلام ده يا أخواننا، بيخلينا نخجل، بيخلينا نطاطي لو فهمنا العمق بتاعه. الكبر ليس صفة واحدة بالمناسبة، بل سلسلة من الخيوط الملتفة على القلب، خيط من خوف، وخيط من جهل، وخيط من حب الذات الزائد عن حده. أن تتواضع لا يعني أن تهين نفسك، بل أن تكون صادقا بما يكفي لترى الحقيقة حتى حين تأتي على حساب كبريائك. ربما نحن لسنا بحاجة لأن ندين المتكبر فقط، بل أن نحارب ذلك المتكبر الذي يسكن فينا، ذلك الذي يهمس لنا حين نخطئ: لا تعتذر ستبدو ضعيفا، ويهمس حين نصحح من هو حتى يعلمك، ويهمس حين نحب. أنت أسمى من أن تزل قلبك، لكننا ننسى أن كل ما يجعلنا بشر هو هذه القدرة على الانكسار والاعتراف والعودة. فلا تكبر ولا تتكبر، لأنك مهما علوت فأنت مخلوق من تراب وإلى تراب، لكنك حين تتواضع تصبح من نور. إن كنت قد وصلت معي حتى هنا فشكرا لاستماعك لهذه الرحلة. آمل أنها لامست شيئا في قلبك أو أيقظت سؤالا في عقلك، فكن بخير ولا تخف من أن تكون صادقا حتى مع ضعفك. مازن الحميدي، عابر طريق.